اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معكم ولاء، ودي قناتي كيكات وحلويات. والنهارده هنعمل تاني حاجه البيتي فور. عملنا الكحك وهنعمل بيتي فور مع بعض. عملنا حلويات شرقي وما حسيتش ان فيه يعني قبول كده، مفيش تعليقات ولا فيه لايكات ولا فيه اي حاجه. خليت الفيديو الساعه 3 بناء على رغبه ناس كتير جدا بعد ما كنت مخليه 12، فحسيت المشاهدات قلت، فمش فاهمه يعني هو الميعاد مش مناسب ولا ايه. لو مش مناسب حد يقول لي برضو في الكومنتات كده. لو كده نغير الميعاد. بصوا بقى، النهارده هنعمل بطريقه سهله جدا 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 ان شاء الله، سهله وبسيطه يعني هتعجبكم جدا. وهقول لكم النص كيلو. النص كيلو بعد ما بيخلص هيطلع لنا قد ايه على الميزان. وهحط لكم كل المقادير كده بالظبط على الشاشه عشان لو حابين تاخدوا لها سكرين، والطريقه سهله وبسيطه. بصوا بقى، انا يعني عملت بطريقه مختلفه لان دي كميه قليله، فحطيت البيض على الزبده على السكر وطلعت النتيجه. طبعا المقادير دي لنص كيلو دقيق هنشيل منه معلقه واحده، حوالي 50 جرام. هنحط 275 جرام من الزبده، وطبعا الزبده بحراره الغرفه ومش سايحه، يعني مش سايحه ومش مجمده. 125 جرام من السكر البودره والبيضتين. دول اول حاجه هضربهم كده في العجان او في المضرب او على ايديا، بس طبعا على ايديا هياخد وقت كبير جدا على ما اللون يفتح كده ويديكي اللون الفاتح بتاع السكر والزبده مع بعض. البيض بقى لما بتحطيه في المرحله دي بيسهل ان الخليط يبيض بسرعه، وكمان ينعم لان الكميه قليله. فطبعا هتحسي ان هو في قاع العجان كده. طبعا انا بصراحه ما حطيتش أداة الخفق لأن هي الكمية كانت قليلة، فحسيت إن مش هيضرب معايا. بصراحة أنا بحب الكف أكتر. ضربتهم كده زي ما انتم شايفين على أعلى سرعة، وزي ما قلت لكم حطيت طبعا المقادير قدامكم كده على أنا حطيتها لكم كده قدامكم علشان لو حابين تاخدوا لها سكرين. 275 جرام من الزبدة. طبعا زبدة ممكن تستخدمي فرن، ممكن تستخدمي كريستال، ممكن تستخدمي فيلا الجديدة ديت برضو حلوة جدا، ناس كتير جدا شكرت فيها. يعني اي زبده. انا الزبده اللي انا بشتغل بيها اللي هي الزبده المزارع، كان عندي كميه كبيره يعني، فاشتغلت بيها وطلعت ممتازه جدا. جربتها في البسكوت وجربتها في الصابليه، وكمان جربتها في البيتيفور، ويعني طلعت لي النتيجه ممتازه. زي ما انتم شايفين كده، انا طبعا خفقت كده الاول الزبده مع السكر مع البيض على يعني ما علتش اول عجان علشان ما الدنيا ما تنطورش منه وتبهدل الدنيا. لغايه ما الزبده احس ان هي اندمجت كده مع السكر والبيض، وابتدي يعني هضرب على سرعه عاليه لحد ما القوام يفتح معايا، وهكون مجهزه الدقيق. طب الدقيق وزنه قد ايه؟ وزن الدقيق معايا 450، يعني نص كيلو بشيل منه معلقه واحده. لو هتشتغل المقادير دي كيلو، هتشيلي طبعا من المقدار دي معلقتين، وكمان هتضاعفي الكميه في كل حاجه. يعني هيبقى 4 بيضات، هيبقى 250 جرام من السكر، و750 جرام من الزبده. تمام، هو دي المقادير للكيلو. انا شغاله بنص كيلو، فعشان كده خليت الكميه اقل، لان ناس كتير جدا طلبت مني ان الكميه تبقى اقل، لان الحاجه غاليه وهم حابين يعملوا من كل حاجه نص كيلو. فعشان كده السنه اللي فاتت كنت شغاله بالكيلو، وقلت لكم ضعف الكميه لو حابين. السنه دي اشتغلنا بالنص كيلو زي ما يعني زي ما طلبوا مني. حاولوا تظبطوا معايا المشاهده. بجد المشاهدات قليل جدا. يعني حاولوا تعلوا الفيديو كده بلايك. اللايك بيرفع الفيديو، لان المشاهدات عندي واقعه خالص بسبب تغيير المواعيد، لان غيرت المواعيد كتير جدا، بس بناء طبعا على رغبتكم انتوا اللي طلبتوا مني ان انا اغير الميعاد اكتر من مره. فحسيت المشاهدات قلت. ممكن في ناس ما بيجيلهاش اشعارات، فمش عارفه الموضوع يعني ايه السبب فيه. عليت كده العجان زي ما انتم شايفين على اعلى سرعه لحد ما القوام بتاعي اللون بتاعه ابتدى يفتح. طبعا الزبده بتبقى لونها اصفر في البدايه، وطبعا مع قوه الخفق بيبتدي اللون يفتح شويه. يعني ساعات بيبقى ابيض، او اللون بيبقى مايل كده للاوف وايت. في المرحله دي طبعا اهم حاجه طبعا بنزل الجناب زي ما انتم شايفين كده. كل ما بحاول يعني كل ما احس ان الخليط اترفع معايا لفوق، ببتدي انزل الجناب بتاعتي. وطبعا بنحط الدقيق، وطبعا مش بنحط بيكنج باودر خالص على البيدي فور بتاعنا. بصوا انا هخفق، بصوا على اقل سرعه لغايه ما احس ان الدقيق اندمج معايا. انا هقسم الدقيق على نصين، يعني الكميه حطيت نصها وبعد كده رجعت حطيت نصها اهو زي ما انتم شايفين كده. وبضرب على اقل سرعه خالص. طبعا انا مش بحاول اضرب على سرعه عاليه. انا يا دوبك بقلب. ممكن في المرحله دي تقلبهم عادي بالسباتولا، ممكن تقلبيهم على ايديك. الوقت اللي بناخد فيه ضرب الزبده والسكر والبيض على حسب قوه العجان او المضرب، او ان كنت هتضربها على ايديك. طبعا لما بتحسي ان القوام اندمج مع بعضه، بتبتدي تنزلي الدقيق في المرحله دي زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهو
الكميه دي مناسبه يعني الدقيق، كميه الدقيق مع الزبده مع السكر والبيض مقادير مناسبه جدا. يعني هي دي المقادير المظبوطه للبيدي فور، ودي طريقتي من سنين ما بغيرهاش. والسنه اللي فاتت كنت عامله نفس الطريقه بالظبط، بس الفرق كانت الكميه بس، لكن هو بنفس الطريقه. ممكن يكون بس الفينش هو المختلف شويه. جهزت الصاج بتاعي كده اللي هشتغل فيه، وحطيت العجين في كيس الحلواني. وطبعا المقدار ده المقادير اللي احنا اشتغلنا بيها بالكيس. لو انت حابه تشتغلي بالمكنه يبقى مش هتشيلي من البدايه دقيق، يعني هتسيبي معلقه الدقيق، او ممكن كمان تضيفي عليها معلقه لو حسيتي ان العجين معاكي طري. بس طبعا هتقلبي بايديكي تقليبه بسيطه، ما تحاوليش تضربي بقى في العجان او المضرب تاني. بصوا زي ما انتم شايفين جبنا ضغطه بسيطه جدا. طبعا انا يعني حاولت اسرع الفيديو كده برضو عشان ايه ما اطولش عليكم. خلاص احنا بنضغط ضغطه، وبعد كده بنبتدي طبعا لو واحده كده مش مظبوطه بنشيلها ونعمل مكانها. ولو في بوزه ولا حاجه بنبتدي نظبطها احنا بايدينا. في شكل تاني كده زي ما انتم شايفينه عارفين طبعا، ده بيتباع اصلا عند بتوع الكحك والبسكوت. هتلاقي دايما الشكل ده من ضمن الحاجات اللي معموله في البيتي فور. بتسحبيه كده بالكيس وبتبتدي تظبطي البوزه بتاعته كده اهو زي ما انتم شايفين. طبعا هنعمل احنا كده يعتبر خلصت. انا طبعا بشيل اي حاجه مش مظبوطه. انا خلصت كده نص المقدار اللي هو بفانيليا، وهبتدي احط عليه معلقه من الكاكاو. بس طبعا انا بدوب الكاكاو في معلقه من الزيت. ممكن تدوبيها في معلقه من الزيت او معلقه من الزيت عشان ما يكتلش معاكي. الاحسن تحطيه في معلقه من الزيت زي ما انتم شايفين كده. تقلبيه كويس جدا، وبعد كده تنزلي على العجين بتاعك، او تحطي كاكاو. بس لو حطيتي كاكاو عشان ما يغيرلكيش في التقل او الكثافه بتاعه العجين، تحسي ان ايه لما حطيت له كاكاو تقل شويه. فترجعي بقى تزودي زبده. لا انا من البدايه كده بدوبه في معلقه من الزيت، وببتدي اقلب كده زي ما انتم شايفين تقليبه بسيطه جدا. طبعا هحط كل الكاكاو علشان يديني لون واحد. هبتدي اقلب كده بالسباتولا لغايه ما ادمج كده العجين بالكاكاو. وطبعا معلقه الزيت دي هتعوض ان احنا معلقه الكاكاو عشان ما تبقاش تقيله شويه، ويبقى العجين ده مختلف عن ده في التسويه. بصوا تقليبه بسيطه جدا لغايه ما احس ان هو بقى كله لون واحد. خلاص مفيش اي مشكله. هبتدي اخده كده بالكيس اهو. انا بس بحاول اخد الباقي اللي في الطبق عشان حسيت ان اللون فاتح، وما كنتش حابه ان انا طبعا احط كاكاو تاني. هي هتظبط معايا كده مع التقليب. وطبعا التسويه بقى انا كده في المرحله دي خلاص قربت اخلص، فهبتدي اشغل الفرن على درجه حراره 180. وطبعا هنحطه في الرف اللي في النص. انا بالنسبه لي لو هسوي في كهرباء هحطه في الرف النص في النص، ومش بنشغل من فوق خالص، هو من تحت بس على درجه حراره 180. لو هتشغلي بقى في فرن غاز، طبعا فرن الغاز بتبقى اقوى شويه. فاحنا هنعمل ايه، هنيجي كده نحاول نرفع الصاج ده اللي احنا هنحطه من الفرن من على البلاطه بتاعه الفرن بصاج تاني. يعني هتقلبي صاج وتحطي يعني هيبقى ده الصاج ده هيبقى بمثابه ايه كانك انت حاطه في الرف اللي في النص برده. تمام. وبرده بتشغلي على اهدى حاجه بعد ما تسخنيها. بعد كده هتبتدي تدخلي الصاج بتاعك وتسوي. طبعا هو التسويه بيبقى من تحت بس. طبعا التسويه من تحت يا جماعه مش من فوق. هو بياخد لون لوحده كده من فوق من قفله الفرن والصهد اللي بيطلع بتلاقيه هو لون كده من فوق. طبعا انا كنت النار عندي كانت عاليه الاول في اول صاج، وبعد كده طبعا هديتها فظبط معايا التسويه. طبعا هنبتدي نلزق بقى كده ايه البيتي فور بتاعنا بمربى حبه تلزقي. انا لزقته بمربى لان هو كان طالع اوردر في نفس اليوم، يعني انا مش هركنه. لكن انت لو هتعمليه وهتسيبيه للعيد الاحسن ما تلزقوش دلوقتي بمربى عشان ما يرطبش معاكي. ممكن تلزقيه بشوكولاته متزوده بزيت. تمام مفيش اي مشكله. بس انا شايفه ان الافضل ان انت لو هتعمليه للعيد من دلوقتي ما تلزقهوش وخليها قبلها بيوم او بيومين. ابتدي اعملي الفينش الاخير هيظبط معاكي وهيبقى زي الفل. لكن انا بالنسبه لي انا عملت المرحله دي لان انا كنت مطلعه اوردر لكن انت طبعا ممكن ما تعمليش المرحله دي خالص. لزقت كله كده وهبتدي اعمل الفينش الاخير. طبعا جبت شوكولاته بيضه وشوكولاته غامقه، وطبعا كل شوكولاته هحط عليها زيت والفرماسيل ورك. لو عندك فرماسيل او سبرينكلز برضو تمام. انا كنت حاطه فول سوداني على بشر شوكولاته بيضه وكمان جوز الهند. فطبعا كل الخيارات موجوده. انا لما طلب مني الاوردر ده هو ده اللي كان عندي. يعني ممكن تحطي بقى الفرماسيل ده الوان فيه اسود بيبقى حلو جدا. يعني ممكن تحطي فول سوداني متكسر مجروش. لكن انا كان عندي بواقي فول سوداني ناعمه جدا مع بشر شوكولاته
فبرضه قلت اشتغل بيها. بصوا طبعا بنزله كده في الشوكولاته الاول البيضه، وبعد كده احطه بقى في اي حاجه انت حباها. طبعا لازم لازم في المرحله دي تحطيه على يا اما ستريتش راب او كيس مطبخ، اللي هو الاكياس اللي هي بتاعت التلاجة، اي كيس اي حاجه، بحيث ان اللي انت هتعمليه شوكولاته اول ما تجمد ما تلزقش في الحاجه اللي انت حطاها الصينيه او الحاجه اللي انت حطاها فيها. تمام، يعني المرحله دي مرحله مهمه جدا. هتلاقي وحطيتيه على صينيه او على حاجه تانية، بس انا طبعا كنت ايه حاطه شوكولاته بيضه وحاطه شوكولاته من الغامقه، وحسيت ان قليله شويه وكمان خفيفه، فقلت ازودها كده بالخام اكيد هتتقل وهتظبط معايا. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو. اهم حاجه زي ما بقول لكم ما تحطوهاش على الصينيه بس او شبكه التهويه بس او اي حاجه اللي انت حطاها، لا لازم كيس يبقى هو ده يبقى سهل اول ما الشوكولاته تجمد تقدري تشيليه بكل سهوله. الفينش بقى زي ما انت حابه، عايزه تحطيها بجوز هند، عايزه تحطيها بالشكل اللي انت حباه، عايزه تحطي لو هتحطي بشوكولاته. افكار كتير جدا ممكن تعمليها في المرحله دي، مفيش اي مشكله. زي ما انتم شايفين كده، او عايزه تحطيها في شوكولاته بيض زي ما بقول لكم، ممكن كمان نحطها في شوكولاته بيضه وشوكولاته غامقه، وكمان بعد كده نرجع نعمل عليها خطوط، بتبقى شيك جدا وحلوه جدا في التقديم. انا ما كانش مطلوب مني بحاجه معينه، يعني ما كانش مطلوب مني الاوردر ان انا اعمله بشكل معين، هو كان مطلوب مني يبقى مشكل وخلاص، نص ونص. فانا عملته بالحاجات اللي كانت موجوده عندي، بس ان شاء الله هعمله مره كمان للبيت، وهنعمل اشكال مختلفه. كنت جايبه القمع اصلا بتاع البيتي فور، بس مش عارفه ايه اللي خلاني ما عملتش بيه، كنت نفسي اوريه لكم والله. حلو جدا، كنت عامله بيه قبل كده لجاتوه، كنت عامله بيه روزيتات كده، كان شكله حلو جدا. متهيألي برضو في البيتي فور هيبقى شكله لطيف يعني. بما ان انا ما عنديش مكنه، انا المكنه عند حماتي فبكسل اجيبها وكده، واغلبيتنا يعني ما عندهمش مكن، فكلنا بنشتغل بالكيس زي ما انتوا شفتوا كده. حطينا كده شويه من الخطوط البيضه، وبعد كده رجعنا حطينا من الخطوط الغامقه، وهبتدي احطه معاكم في العلبه كده اهو زي ما انتوا شايفين. هنرص رصه كده محترمه، وبعد كده هنوزن. انا حطيت كل نص لوحده. بصوا طبعا حطيت ازيد من نص علشان فرق العلبه وكده، فطلع معايا كيلو وربع بالظبط. طبعا الكيلو وربع ده راجع لايه؟ للفينش بقى الاخير كمان. ما انت كده كده اصلا الحاجات اللي انت بتحطيها هي اللي هتطلع معاكي ميزان، لو من غير اي فينش او اي حاجه. طبعا المربى برضو بتاخد في الوزن، الشوكولاتات وجوز الهند السبرينكلز وكل اللي انت حطاه ده هيبقى معاكي على الميزان. فكل ما تزودي في الحاجات دي هتلاقيها برضو وزنت معاكي، هتحطي قليل هتلاقي الوزن اقل. فطبعا ما تربطيش نفسك بالوزن قوي، لان ده بيبقى على حسب الفينش. بس عامه انا بعد ما فنشت وخلصت كده طلعت الكيلو اللي هو كان مطلوب اوردر على 200 جنيه، والباقي ربع كيلو يعني ده كان للبيت. فحبيت اقول لكم يعني النص كيلو هيطلع معاكي قد ايه لو انت هتعملي في العيد زي ما انتم شايفين. طبعا بنزود طبعا شويه عن ميزان العلبه، لان العلبه نفسها بصوا فيها تقريبا 44 جرام من غير وهي فاضيه. فطبعا هتحطي واحده او اتنين زياده عن النص كيلو علشان برضو فرق العلبه وكده. فيا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، واستنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله هنعمل السابليه وبعد كده البسكوت. وقولوا لي برضو ان كان الفيديو عجبكم ولا لا، ومحتاجين ان انا انزل لكم حلويات شرقي ولا لا. انا بعد ما عملت الحلويات الشرقي كلها بكل انواعها حسيت ان مفيش اي استجابه، فبصراحه ما بقتش انزلها. فانتوا برضو قولوا لي وقولوا لي برضو ميعاد الفيديو ان كان مناسب ولا لا. وشكرا لكم، مع السلامه.